مش عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا انا كنت في الشهر الاول وبقيت في الشهر التاسع. ايه ده يا زينب؟ هو في ايه؟ هو هيعرف ان هي بالونه. يا علي قوم انت خش جوه، انا هروح انزل المستشفى يا علي. خش ايه؟ ايه ده؟ استنى هفهمك. فهمني ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل ده؟ هو انت ما خدتش اي فكره كده من اللي حصل ده؟ خدت ايه؟ بص من الاخر كده يا علي، انا جايه لك سكه ودغري. زينب بتضحك عليك، ولا هي حامل ولا هي نيله. بتضحك عليا؟ بتضحك عليك، وانا حطيت لها خرطوم في البالونه اللي حطها لك في بطنها، وبتمثل طول الوقت انا حامل. يا علي انا تعبانه، يا علي هات لي الاكل. يعني انا اتضحك عليا؟ اتضحك عليك. يعني انت كنت عارفه ومخبيه عليا كل ده؟ مخبيه عليك ليه؟ ما انت سعادتك ما بتصدقش غيرها. تصدقش غيرها؟ ايوه. يعني انا كل ده وقاعد مستني ابني اللي جاي وفرحان وعمال اقول لاصحابي ده انا هعزمكم على السبوع وان شاء الله ولد، وفي الاخر ابنك اللي جاي ايه يا ابني؟ انت اصلا مراتك ما بتخلفش. فوق بقى. ما بتخلفش؟ ما بتخلفش. ايش عرفك؟ ايه اللي عرفني؟ لان انا كنت معاه عند الدكتور وشفت التحاليل بعيني. يا نهاري، يعني اتضحك عليا؟ انضحك عليك. وكمان ما بتخلفش؟ كمان ما بتخلفش. طب ليه عملت كده يا زينب؟ يا ست هانم. علي ست هانم يا حامل في بالونه. اسمعني بس يا علي، انا افهمك على كل حاجه. تفهميني ايه؟ تفهميني ان انت كدابه، ان انت واحده مخادعه بتضحك على جوزها ونايمه في حضنه ليل نهار، وفي الاخر بتضحك عليا انا. ما هو بصراحه بقى يا علي انا خفت ان انت تطلقني. طلقك فتكدبي عليا؟ طب هعمل ايه؟ طب ما انا عارفاك ان انت عايز تخلف وان انا طلعت ما بخلفش، فاكيد طبعا لازم انا اكدب عليك عشان اخاف على بيتي يتخرب. فاللي انت عملتيه ده هيخليني طبعا ما اطلقكيش، امسك فيكي. انت واحده كدابه صح؟ يا علي انا عملت كده عشان خاطر بحبك والله. انا يضحك عليا؟ الناس تقول عليا ايه بعد ما عرفت الناس كلها ان انت حامل وكل واحد مستني؟ طب وبعدين؟ هاتي بقى يا اروح علي. فين؟ قول لهم مراتك سقطت. سقطت؟ طب بيني وبين نفسي انا هرتاح؟ يا علي طب ما انا عملت كل ده عشان خاطرك انت، عشان خايفاك لا تطلقني وتبعد عني. طب روحي يا زينب كده على بيت اخوكي وانا كلامي مع اخوك ان شاء الله. يا علي طب بس نتفاهم. يلا يا زينب اتكلي على الله يا زينب. يا علي انا لو جيت ولقيتك موجوده تاني انا هضربك باللي في رجلي. يا ربنا ايه اللي انا عملته في نفسي ده بس؟ ايه يا بنتي في ايه؟ يا عبدو ايه الاخبار؟ مالك في وشك عامل ليه كده؟ بصي يا عبدو انا واقعه في مصيبه ومش عارفه اعمل ايه بصراحه. مصيبة ايه في ايه؟ انا بصراحه كدبت على علي وقلت له ان انا حامل وما طلعتش حامل. نعم. زي ما انت ازاي سمعت تضحك عليه في كده. حاجة زي كده؟ ما انا طلعت ما بخلفش وخفت لا يطلقني. طب وانت ما جيتيش ليه واتكلمتي معايا يا زينب؟ بص بقى هي جت كده معايا ومش عارفه اعمل ايه دلوقتي لان هو عارف. طب بس ايه اللي حصل؟ بس ايه اللي حصل بالتفاصيل؟ مفيش، كنت قاعده جنبه والبالونه كبرت مره واحده وراحت مفرقعه، وبعدين دخل لي الاوضه وبيقول لي انت ليه كدبتي على ان انت حامل وبتاع، قلت له عشان كنت خايفاك ان انت تطلقني. انا مش عارف انت هتبطلي الكذب اللي فيك ده امتى؟ ده انت الكذب بيجري في دمك. ايه هي حاجة زي دي يتكذب فيها ولا يتحور فيها؟ هو ده وقته يعني يا عبد؟ يعني انا جاي ايوه وقته يا زينب. انت ازاي تعملي حاجة زي كده يعني؟ ما انا اخوك، ما كنت رجعت لي على الاقل. طب انا دلوقتي في مشكله ومش عارفه اعمل ايه وهو طب قال لي خلاص روح عند بس أخوكي. بس اطلع. اطلع فين؟ اطلع نروح له يا ست، نروح نشوف الموضوع هناك. يلا انتوا الاتنين في وش بعض اهو. انا عايز افهم بقى ايه اللي حصل منك ومنها. مني؟ من انا؟ ما تقولي لاخوك ولا انت ما قلتليش ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. تلاقيك كدبت عليه زيي. لا ما كدبتش يا علي، وبعدين انت عارف انا عملت كده ليه؟ علشان كنت عارفه ان انت هتطلقني. فتكدبي عليا وتحطي بالونه صح؟ ما انت عارف يا علي عشان انا بحبك. تحبيني. واللي خلاني اعمل كده قلت لك ان انا ما كنتش عايزه اخسرك. تحبيني تضحكي عليا صح؟ كان غصب عني. اختك يا بيه كانت بتضحك عليا، كانت بتقول انها حامل وهي مش حامل، وهي حاطه لي بالونه في بطنها. قال ايه؟ بتصبرني، خايفه اروح اتجوز عليها صح يا زينب؟ اديني عرفت كل حاجه. اخرتها ايه بقى؟ واحده كدابه وبتضحك على جوزها، وكمان تلاقيكي كنت بتضحكي على اخوكي ولا حاجه. ما كنت بتروحي عندكم ازاي؟ مش فاهم. قوم يا زينب اعمل لنا حاجه نشربها. مش عارفه. وما تجيش الا لما اجيلك. بس بالراحه عشان اللي في بطنك. بص يا علي، باصص اهو. انا عارف ان انت ليك حق في اي حاجه عايز تقولها او هتقولها. لكن ايوه لكن دي بقى انا عايز اللي بعديها. انت برضه ما كانش ينفع تروح تقول لزينب ان انا عايز اتجوز عليك ومش هتجوز عليك. هي اختك قالت لك كده؟ اختك كدابه.
اختك كانت حامل، واخد بالك؟ كانت هتخلف لي ايه؟ بلالين. يا علي ملوش داعي الكلام اللي ملوش لازمه. انا عارف ان انت عندك حق، بس يعني كدبه بيضه. وانت عارف عقول النسوان يا علي، عقلها صغير ومش فاهمه حاجه. هي لو كانت فاهمه ان حاجه زي كده هتزعلكم من بعض اكيد ما كانتش عملتها. قلت لك على النسوان على صغير. يا عم بالله عليك، يعني غير هو في عقلها حد صغير هو كانت في عملت حد اللي- عاقل هو في حد عاقل يعمل اللي هي عملته ده؟ دي مجنونه. انا اختي عقلها صغير يا علي وانت عارف كده كويس. ايوه ايوه. خلاص يا ابن الناس، انت شايف ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه؟ قال لي يريحك. انا مستني اما تخلف. هقول لك ايه؟ يا علي بالله عليك، انا والله العظيم ما حامله من اهدى. انت شوف يا ابن الناس اللي انت عايزه اللي يريحك وانا معاك فيه. والله يا عبد انا ما عارف انا عايز ايه، انت ايه رايك؟ حط أنا- نفسك مكاني. انا رايي ان انت تاخدها على قد عقلها وتصبر يا عم لحد اما ربنا يكرمكم وتفهمها. او اقول لك انا هفهمها، احنا هفهمها ان كل حاجه بايد ربنا، ماشي. وربنا قادر على كل شيء. ماشي بس يا عم مش عايزك تزعل مني، وحقك عليا انا مساحه فيا. يا عم انت راجل محترم وعلى دماغي يا عبده. انا ما اعرفش اختك ازاي فكرت تعمل كده. يا عم ما انا قلت لك بقى الله صغير وعبيطه، وحد نصح اروح احط بالونه. انا هقوم انا اتكلم معاه كلمتين جوه. ماشي يا عبده، روح. او هتقول لي تحط حاجه تاني. زينب، ايه يا عبد؟ بص يا اختي، انا عارف اللي انت عملتيه ده يعني كانش في عقل في دماغك، لان انت لو كنت عاقله في الوقت ده ما كنتش هتعملي كده. بس خليك عارفه ان كل حاجه بتاعت ربنا. البشر ما فيش في ايديها حاجه، ما فيش في ايدينا غير ان احنا نتقي الله ونصبر وما نغشش. اللي انت بتعمليه ده يا ريت غش، ده عبط. وفي واحده ناس هتروح تجيب بالونه وتحطها في بطنها على اساس انها حامل؟ اهو اللي جه قدامي بقى يا عبده، وبعدين انا كنت خايفه لعلي يطلقني. يا جماعه انا افضل اقول لكم كده كتير؟ يا زينب خلاص، انت خلي عندك يقين بالله ان ربنا هيكرمك ان شاء الله. لو ربنا راضي ان انت تحملي هتحملي، لكن اصبري اصبري وان شاء الله ربنا هيكرمك. ماشي يا عبده. هو قال لك ايه بره يعني؟ هو قال لي هو زعلان طبعا. اي حد مكانه في الوضع ده مش هيبقى زعلان، هيبقى مخنوق من اللي قدامه. انا لو مكانه كنت اعمل اكتر من كده. هو الراجل يشكر برضه، بس انت خليكي كويسه معاه واصبري يا زينب، اصبري لحد اما ربنا هو اللي يأذن ويريد. حاضر يا عبده. ماشي يا زينب، عامة انا همشي، ما تعمليش حاجه اشربها. طب ليه؟ طيب ده الشاي على النار. لا لا انا مش قادر اشرب حاجه، انا اصلا كنت لسه شارب في البيت قبل ما اجي. بس بالله عليك ما تزعليش علي مني، علي طيب وابن حلال. ماشي. ماشي يا زينب، انا همشي، وانت لو حبيتي تبقى تيجي في اي وقت تبقى تعالي. ماشي انا اطفي على الشاي. ماشي. علي كنت عايزه اقول لك على حاجه. قول يا زينب. انا اسفه ومش عايزاك تزعل مني والله، بس انا عملت كل ده عشان خاطر بحبك. بس يا زينب اي حد مكانك كان هيعمل اكتر من كده. حط نفسك مكاني. لو انا ضحكت عليك كنت هتعملي ايه؟ أنا كنت هزعل طبعا، بس اكيد عشان انا بحبك يا علي فمش هعرف ان انا ابعد عنك. استغفر الله العظيم. خلاص يا زينب، اولا انا مش زعلان منك، بس بعد اذنك انا يا بنتي بحبك. الموضوع مش موضوع خليفه او ما تخلفيش، ده حاجه بتاعت ربنا. مش معنى انك ما بتخلفيش يعني هروح اتجوز عليك وارميكي. انا مش فاهم بس انت مين اللي دخل الكلام ده في دماغك؟ يا علي ما انا عارفه يعني ان اي واحده ما بتخلفش جوزها بيروح يتجوز عليها، ولا ان هو بيبقى عايز اي حته عيل يفرح بيه. طب افرضي يا مثلا، افرضي يا زينب اختي ما كانتش عملت كده، كنت تيجي على 9 شهور كنت هتعملي ايه؟ مش عارفه بصراحه، ما كنتش حاسباها يا علي. انا كل اللي كان في دماغي ان انا ما بعدش عنك. خلاص يا زينب انا سامحتك، ويا ريت ما تعمليش كده تاني. مسامحني يعني؟ خلاص. خلاص يا زينب بقى، تروحي هتعملي اكل بقى ولا هتعملي شاي ولا هتعملي ايه يا زينب؟ انت عايز تاكل ايه طب وانا اعمله لك؟ اي حاجه. لا يبقى انت لسه زعلان مني. عاملين لنا فراخ ماشي خلاص. عشان عارف ان انا بحب الفراخ يعني.